النهارده هنعمل مع بعض الكرشه بطريقه تجنن، هتطلع معاكي مسكره كده وطعمها بجد في منتهى الجمال، وكل ده بسبب الطريقه اللي نضفناها بيها والطريقه اللي طبخناها بيها. الفيديوهين في واحد، هتشوفي طريقه تجنن، وكل ده بسبب السر اللي محدش هيقولك عليه. لا هتحتاجي بوتاص ولا هتحتاجي جير، هتعمليها بمكون سحري خطير. ركزي معايا لاخر الفيديو، هقولك نصايح وتركات مهمه جدا، وهتشوفي وصفه لاول مره هتشوفيها معايا النهارده، وهي دي اللي هتعتمديها بعد كده باذن الله. حطي لايك للفيديو وصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبتدي على طول ونشوف المقادير وطريقه التحضير. في حله عندي فيها ميه بتغلي على النار، هبتدي انزل بالكرشه بتاعتي اللي كنت غسلتها غسيل عميق، وده هتشوفوه معايا في اخر الفيديو، وبقت شمعه منوره زي ما انتم شايفين كده. الميه دي لا فيها ملح ولا اي نوع بهارات. هسيب الكرشه دي تغلي غلوتين 3 في الميه علشان تنزل اي زفره فيها. بعد كده هدلق الميه دي، ولو حابين تشطفوها اشطفوها بميه سخنه، بلاش ميه من الحنفيه. في حله تانية فاضيه عندي على النار ما فيهاش اي ماده دهنيه، هنزل بالكرشه اللي كنت صفيتها من الميه الاولانيه، وهبتدي اشوحها بالشكل اللي شايفينه ده. اول ما تنشف معايا وتنزل ميتها، هنزل عليها بورق لوري وحبهان، بصلايه متقطعه 4/4، وهبهر بفلفل اسود وكمون، وهقلبها مع البهارات دي لحد لما تاخد تشويحه كده وريحه البهارات تسمع. بعد كده هنزل عليها بميه مغليه، هغطيها يا دوب بالميه المغليه، وعلى نار متوسطه هسيبها تستوي بنسبه 95%. واول ما الاقي الكرشه بتاعتي قربت تستوي، هجيب حله تانية على النار، هنزل فيها بربع كوبايه زيت ومعلقه من الثوم المفروم. هقلبها. اول ما الثوم يبتدي يتحمر معايا، هنزل بقرن فلفل حار كده، وبعدين هنزل بعصير الطماطم، وهبهر بيه ملح وفلفل اسود وكمون، واكتر من الكمون لان هي اسمها كمونيه فبتحب الكمون الكتير. هخلي التسبيكه دي تستوي بنسبه 95% برضو، لانها هخليهم يتسبكوا مع بعض ويكملوا تسويه مع بعض. انا بحب اعمل الكمونيه او الكرشه بطماطم فريش، ما بحبش الصلصه، علشان يكون لونها مزهزه كده وجميل زي ما انتم شايفين كده. اظبط الملح بتاعها وازود الكمون زي ما قلنا، واسيبها لحد لما تستوي تماما، وكله احلى كرشه في الدنيا بجد، طعمها خطير. تعالي بقى اقولك على السر اللي ما هتعرفيهوش من حد غيري، هيخلي الكرشه بتاعتك شمعه منوره. هتجيبي الكرشه من الذبيحه، هتحطيها في طبق عميق، هتجيبي شريط من الريفو، يعني حوالي 3-4 برشامات ريفو، عليهم كيس بيكنج باودر، تطحنيهم مع بعض في الهون، ترشيهم على الكرشه في الطبق اللي احنا قلنا عليه. بعد كده هتجيبي ميه دافيه، ميه ما بين المغليه والبارده، هتكون معاكي دافيه، هتبداي تنزلي بيها على الكرشه وهي مرشوش عليها الخليط البودره اللي احنا قلنا عليه. هتسيبيها بس 5 دقايق، مع انك تقلبيها كده كل شويه فيه، وفركيها بايديكي، هتلاقيها طلعت كل الحاجات الوحشه اللي فيها، وبكده هتنضفي الكرشه باسهل وانجح طريقه. انا كنت عملت الفيديو بس اتحذف بالغلط من على التليفون، فانا اسفه بجد، بس انا كنت اخدت صور فدي قدامكم من قلب المطبخ. بجد الطريقه سهله جدا جدا. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا، فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، اهم حاجه اللايك علشان الفيديو يترفع وكل الناس تقدر تشوف الوصفه المميزه دي. وياريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا شرفني بالاشتراك في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل، وشيروا الفيديو لو حابين، ويا ريت تشجعوني بكومنتاتكم الجميله لانها بتفرق معايا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده، مع السلامه.